السلام عليكم. الكشري المصري رهيب. تعالي هقولك على طريقة سهلة وبسيطة تعملي بيها طبق كشري بطعم حكاية ونتيجة مبهرة، وهقولك ازاي تعملي البصل المحمر المقرمش بلون الذهبي. النهاردة هنعمل الكشري بكل مكون لوحده، هنعمله من الألف للياء. أنا هنا هبدأ بالبصل، والبصل هيعتبر زيت البصل هو العنصر الأساسي لكامل الوصفة. شايفين طبق الكشري مفلفل ازاي؟ يلا بينا على الوصفة. انا هنا عندي 3 حبات من البصل، اقطعهم 4 واقطعهم شرايح كما موضح في الفيديو. هخلص كل الكمية. هنا خلصت كل الكمية بالسكاليبر بتاعي، وهحط الكمية البصل كلها في الطبق. هحضر طاسة على نار هادية، نار متوسطة، وهنا على البصل هضيف 3 معالق كبار من النشا. بضيف النشا قبل ما اسوي البصل بطريقة مباشرة، يعني اضيف النشا على البصل، انزل بيه على الطاسة، احمره من تحت لفوق لحد ما يوصل معايا بالشكل ده. وده اللون اللي انا هطلع بيه البصل عشان يبقى مقرمش ولونه ذهبي ومظبوط معايا. تاني عنصر وهو العدس بجبه، هنزل عليه بفص توم. الفص التوم هنا انا قسمته لنصين، وهنزل عليه بنص معلقه من الكمون ورشه من الملح. هنا كان جاهز معايا. شايفين مفلفل ازاي ولونه حلو، والعدسايه محتفظه بالغلاف بتاعها. هنا التسويه مظبوطه، مش مستوي زياده ولا معجون ولا كمان ني. تاني عنصر معايا وهو الحمص. هنا الحمص انا نقعته قبل السوا بساعتين. في حله على النار هنزل بالحمص، عليه فص من الثوم، رشه من الملح، وكمون، وورق لورا. هغطي الحله وهسيبها هيستوي بالظبط، هينضج معايا بالكامل بعد ربع ساعه. العنصر رقم 3 وهو الرز. هنزل ب5 معالق من زيت البصل، عليها مكعبين من الزبده، وهنزل بكوبايه شعريه وهحمرها كويس. اهم حاجه الشعريه يكون لونها ذهبي، مش عايزه يكون محروقه معايا لانها بيغير الطعم وكمان بيبقى مش شكل مش حلو. هنزل عليهم بكوبايتين من الرز المصري وهقلب. والخطوه دي مهمه جدا ان انا احمص الرز مع الشعريه عشان الرز يطلع معايا مفلفل وطريقته ناجحه. انزل برشه من الملح واقلب. اضيف عليهم الماء الساخن لحين تخليط الرز. اغطي واسيبه على نار متوسطه الى الهاديه. هنا نضج معايا بالكامل. شايفين مفلفل ازاي؟ ما شاء الله. المكون اللي بعده وهو المكرونه. انا هنا ضفت المكرونه الصغيره عليها الاسباجيتي، والاسباجيتي قطعتها 3 انصاف. عايزه تقطعيها نصفين، عايزه تقطعيها 4، دي بترجع لرغبتكم. حله على النار اضيف فيها ماء بتغلي، وانزل بالمكرونه الاتنين على بعض عادي. اضيف 3 معالق من زيت البصل ورشه من الملح. بعد ما المكرونه تنضج معايا هصفيها من ميتها وارجعها تاني الحله، واضيف عليها زيت البصل ومكعبين من الزبده. هنا انا رجعتها الحله تاني على نار هاديه. انزل عليها ب3 معالق من زيت البصل ومكعبين من الزبده. هنا الزبده مع حراره وسخونه المكرونه هتسيح معايا بكل سهوله. هنا المكرونه جهزت معايا مفلفله ما شاء الله، وريحتها وطعمها يجنن.
المكون اللي بعده هو الصلصة. 5 معالق من زيت البصل، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من هريسة الفلفل، معلقتين كبار من الصلصة. هقلب المكونات مع بعض. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، معلقة كبيرة كل من كزبرة، كمون، بابريكا، ملح. هقلب الكلام ده كله مع بعضه. لما روايح التوابل بتاعتي تطلع هنزل عليهم بعصير الطماطم. اديها تقلبتين وبعد كده هغطي واسيبها تنضج مع نفسها. هنا بعد السواء قبل ما ادفع عليها بربع ساعة هضيف ربع كوباية من الخل واسيبهم ربع ساعة مع بعض، وبعد كده هطفي عليها. وكده صلصة المكرونة، صلصة الكشري جاهزة معايا. هنا هعمل دقة الكشري. 3 معالق من زيت البصل، عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هنا نزلت بشرايح من الفلفل الأحمر، هو بيدي لون وطعم، ما بيديش سبايسي، يعني مش هيبقى حراق ان شاء الله. معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة، وهقلب التوابل مع بعض، ورشة من الكركم. هضيف كوب ونص من الماء واسيبهم يغلوا مع بعض، ورشة ملح. هنا اخر ما قبل ما اطفي، اخر 5 دقايق هضيف ربع كوباية من الخل، وبالهاند بلندر ضربتهم مع بعض. هنا الشطة اي كمية تحبوها، مع زيت البصل، مع صلصة من صلصة الكشري. هقلبهم مع بعض، وهنزل عليهم برشة من الملح والكزبرة والكمون، وهقلبهم مع بعض. وقبل ما اطفي هضيف معلقة صغيرة من الخل. كده شطة الكشري جاهزة معايا. هنا بقى وقت التقديم، دلعيها. ودي طريقة تانية لتقديم الكشري، بطريقة بقى دلع. وألف هنا على قلبكم، وأتمنى من كل قلب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي آرائكم عنها. السلام عليكم.